اهلا بيكم في حلقه جديده، ومعانا النهارده خدعه جديده ان شاء الله هتعجبكم. خدعه النهارده قويه جدا وتاثيرها قوي جدا على الشخص اللي احنا هنلعب معاه الخدعه، ومع ذلك مش محتاجه تدريب كتير، وكمان فيها خفه يد للاشخاص اللي بيحبوا خفه اليد. ويلا بينا نبتدي حلقتنا النهارده. هنعمل خدعتنا النهارده بالكوتشينه العاديه اللي موجوده مع كل الناس وممكن تتوفر في اي مكان. بس قبل ما نبتدي الخدعه حابب افكركم ان اللينك الموقع بتاعنا على سو.كوم تحت في وصف الفيديو للي حابب يشتري اي ادوات للماجيك. ويلا بينا نبتدي. كل اللي محتاجينه في الخدعة دي هي 4 ورقات بس، رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4. دول اللي احنا محتاجينهم في الخدعة بتاعتنا. خلونا نلم الورق بالطريقة دي كده. عندنا ال4 كروت بتاعتنا، بس خلونا نعدهم مرة كمان. 1 2 3 4. ولو اخدنا كارتين من هنا حطيناهم في وسط الكوتشينة علشان يتلخبطوا وعملنا سناب بسيط، هنكتشف ان عندنا هنا 2 4 ورقة مقلوبة وعندنا رقم 3. يبقى كده الورقة المقلوبة اللي عندنا هنا هي رقم 1. بس بمجرد ما نلم الورق بالشكل ده ونعمل سناب هيبقى عندنا رقم 3 1 ورقة مقلوبة وعندنا رقم 4. يبقى الورقة المقلوبة اللي عندنا هنا بقيت رقم 2. بس بمجرد ما نلم الورق بالشكل ده ونعمل سناب هيبقى عندنا 4 2 ورقة مقلوبة وعندنا 1. يبقى كده الورقة المقلوبة اللي عندنا هنا بقيت رقم 3. بس بمجرد ما نلم الورق بالشكل ده ونعمل سناب هيبقى عندنا رقم 1 3. عندنا ورقة مقلوبة ورقم 2. يبقى الورقة المقلوبة اللي عندنا هنا هي رقم 4. فعلا رقم 4. بس الحاجة الغريبة ان احنا فعلا لو عملنا كده هنكتشف ان هما فعلا 4 ورقات بس. ومش بس كده، دي الكوتشينة اساسا اللي كنا بنلعب بيها من البداية هي كانت كوتشينة حمراء. بمجرد ما نعمل سناب الكوتشينة بتاعتنا تتحول للون الازرق. ودول الورق اللي احنا كنا بنلعب بيهم. ورقة 2 3 4. ومش بس كده، احنا كمان لو اخدنا الورق ده هنكتشف ان كل كروت الكوتشينة تحولت للون الازرق. دي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة، فعلا خدعة قوية جدا وكمان مش محتاجة تدريب كتير. فيلا بينا نشوف بتتعمل ازاي. اوكي يا شباب، كل اللي احنا محتاجينه في الخدعة دي هي 4 كروت من نفس اللون، رقم 1 و2 و3 و4 يبقوا نفس اللون. ومحتاجين كارت واحد بس لونه مختلف واللي هو رقم 4. كده عندنا كارتين بس رقم 4 بس لون احمر وكمان ازرق او اي لون متوفر عندك. ومحتاجين كوتشينة بنفس عدد ال4 كروت اللي عندنا. كل اللي هنعمله ان احنا هناخد الكارت رقم 4 اللي هو مختلف، هنحطه من فوق كده علشان الشخص اللي قدامنا يتخيل ان فعلا الكوتشينة لونها احمر. وبعدين هناخد بقية الكروت بتاعتنا هنحطها هنا، او حتى ممكن نحطها في وسط الكوتشينة. وبعدين لما نبتدي نلعب الخدعة بتاعتنا نقول له استنى نطلع الكروت بتاعتنا من وسط الكوتشينة. بعدين هنقعد قدامه كارت 2 3 4. دول 4 كروت بتاعتنا. بعدين هنلف الكوتشينة بالشكل ده علشان الشخص اللي قدامنا يتخيل فعلا ان الكوتشينة لونها ازرق. كل اللي هنعمله في المرحلة دي ان احنا هناخد الكروت بالشكل ده فوق بعض بالترتيب. والخطوة اللي بعدها هنعمل بريك تحت اول كارت بالشكل ده. والبريك عندنا هنا سهل جدا. كل اللي هنعمله ان احنا هنزق الكارت ده لقدام وهنحط صابعنا تحت. مرة تاني هنزق الكارت ده لقدام بالشكل ده وهنحط صابعنا تحتيه. بس كل اللي احنا بنعمله ده واحنا ايدينا لتحت كده علشان الشخص اللي قدامنا ما يكتشفش ان بقية الكوتشينة لونها ازرق. فهنبتدي نزق الكارت لتحت بالشكل ده. هنحط تحتيه بريك وهنعدل ايدينا كده. هناخد بقية الكوتشينة هنحطها من فوق. بس واحنا بناخد الكروت هناخد كمان الكارت ال4 اللي احنا عاملين عليه بريك. وبعدين هنبتدي ناخد الكروت بالشكل ده وهننزل بالكوتشينة كده. ما ينفعش الشخص اللي قدامنا يعرف ان بقية الكوتشينة لونها ازرق. كل اللي هنعمله هنمسك الكروت بالشكل ده، هنبتدي نحود ايدينا بالشكل ده وهننزل بيها كده. مرة كمان كروت في ايدينا هنا، هناخد الكروت بالشكل ده، هنبتدي نحود ايدينا بالشكل ده وهننزل كده. دلوقتي اللي موجود عندنا هنا موجود 1 2
3 4 وعندنا كارت احمر مقلوب. دلوقتي الخطوة بتاعتنا بسيطة جدا، هنمسك الكروت بالشكل ده، صباع من فوق وصباع من تحت. لو حابب تتني الكروت سنة صغيرة كده بحيث ان الكروت تبقى ضمة على بعض ومفيش كارتين يظهروا مع بعض، هتبقى حاجة افضل. هنبتدي ناخد اول كارت بالشكل ده، رقم 1، وبعدين رقم 2 بالشكل ده اهو، ورقم 3، ويظهر عندنا هنا رقم 4، بس في الحقيقة رقم 4 اللي عندنا هنا هو في ظهره كمان رقم 4. في الحالة دي هنعرض للشخص اللي قدامنا الأربع كروت، بعدين هناخد كارتين مع بعض، رقم 4 ورقم 3 هيبقوا بالشكل ده، وخليك حريص ان رقم 4 يبقى فوق رقم 3. هنحطهم في وسط الكارتين اللي هو ال1 وال2 بالشكل ده اهو. بالطريقة دي اول ما نعمل سناب هنبتدي ناخد اول كارت وتاني كارت اللي ورا 4، هيظهر عندنا كارت هنا مقلوب، وبعدين هنقوله عندنا كارت مقلوب هنا، يبقى الكارت المقلوب عندنا هو رقم 1. في الحقيقة الكارت رقم 1 اللي عندنا هنا هو في ظهر ال3 بالشكل ده، انما الكارت المقلوب اللي هنا هو رقم 4. وبعدين هنبتدي نحط بقية الكروت من فوق، بس طبعا احنا مش هنظهر له ان دول كارتين، هنظهر له ان هما كارت واحد بس. هنحط بقية الكروت من فوق بالشكل ده وهنعمل سناب. هنبتدي نقول له معنا هنا 3، معنا هنا 2، وكارت هنا مقلوب. كارت طبعا بتاعنا المقلوب هو رقم 4، بس هو هيتخيل ان هو رقم 2. وبعدين هنقول له عندنا هنا رقم 4. برضو هنا الورقة اللي في ايدينا دي هي دبل كارت لان رقم 2 موجود تحتها. بعدين هنلم الورق بالشكل ده وهنبتدي نسحب اول كارت وبعدين تاني كارت، وبعدين عندنا الكارت هنا مقلوب وعندنا هنا رقم 1. طبعا الواحد تحتيه رقم 3 بتاعنا. وبعدين هنلم الورق تاني بالشكل ده وهنبتدي نسحب ورقة ورقة. ادي اول ورقة، ادي تاني ورقة، والورقة المقلوبة بتاعتنا ورقم 2. في المرحلة دي اول ما نوصل للمرحلة دي هنقول له فعلا الورقة المقلوبة عندنا هنا هي رقم 4، ونبتدي نعرضها قصاده. فعلا الورقة رقم 4. كده الشخص اللي قدامنا هيتخيل فعلا ان كل الكوتشينة اللي معانا لونها احمر، ومش بس كده، ده كمان هيتخيل ان اول كارت اتقلب كان رقم 1، وتاني كارت كان رقم 2، وتالت كارت كان رقم 3، واخر كارت اتقلب هو رقم 4. ونيجي بقى على المرحلة اللي بعدها، هنفضل ماسكين الكروت بالشكل ده في سنة انحناء بسيطة جدا، وبعدين هنبتدي نقول له عندنا هنا اول كارت، هنسحب اول كارت بصبعنا ده كده بالشكل ده، وبعدين هنبتدي نسحب تاني كارت بالشكل ده من تحت كده، وهنسحب تالت كارت بصبعنا ده بالشكل ده. تمام. هنا طبعا عندنا كارت لونه احمر. كده هنبقى عارضين قدام الشخص اللي قصادنا ان هما 4 كروت. مرة تانية هنسحب اول كارت بالشكل ده، تاني كارت هنسحبه بالشكل ده، تالت كارت نسحبه بالشكل ده اهو. هنقول له كده احنا عندنا 4 كروت، بس الكوتشينه بتاعتنا كان لونها احمر، ودلوقتي الكوتشينه بتاعتنا بقى لونها ازرق. هنعمل نفس الخطوه اللي عملناها اول مره، هنسحب اول كارت بالشكل ده، وبعدين هنسحب تاني كارت بالشكل ده، وتالت كارت بصبعنا ده بالشكل ده علشان يظهروا قدامنا بالشكل ده. وهنا عندنا دبل كارت. مرة تانية، اول كارت بالشكل ده، تاني كارت، تالت كارت بالشكل ده كده 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 4 كروت. وبعدين هنبتدي ناخد الكارت ده نحطه بحرص كده علشان الشخص اللي قدامنا ما يكتشفش انه كارتين. ناخد تاني كارت، تالت كارت، ورابع كارت، ونقوله مش بس كده، دي كمان الكوتشينه بتاعتنا كلها اتحولت للون الازرق. دي كانت الخدعة بتاعتنا، ويا رب تكون عجبتكم. فعلا الخدعة قوية جدا ومش محتاجة تدريب كتير. اجمل كومنت ظهر قدامكم على الشاشة. ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك وشير. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.